تخيل معايا هندسة السيستم شغال في البرودكشن، وفجأة بوابات الدفع أو سيستم ال SMS الخارجي هنج لثواني معدودة. الكونسيومر عندك لقط إن في رسالة فشلت. المبرمج الطيب اللي كاتب الكود حط بروح متفائلة كاتش بلوك، وقال للسيستم لو فشلت عيد تاني فورا لحد ما تنجح. الحركة التلقائية البسيطة دي قادرة حرفيا تموت السيستم بتاعك وتموت السيستم التاني معاك برضه. ليه؟ عشان تفهم حجم الجريمة دي كاركتكت لازم تعرف ان الريتراي الاعمى بيتعامل مع كل بروكر بطريقة مختلفة، وفي الحالتين النتيجة كارثة برودكشن حتميا. في كافكا الريتراي الاعمى بيعمل لك شلل، وفي رابط MQ بيعمل لك انفجار. وعشان كده محتاجين نتعلم تكتيك معماري خطير اسمه الانسحاب التكتيكي الذكي. اهلا بيكم في كبسولة سيستم ديزاين جديدة. انا مصطفى سليمان، والنهاردة احنا هنتعلم ازاي نعيد المحاولة برتبة اركيتكت. لو السيستم بتاعك مبني على الاباتشي كافكا فانت شغال بمدرسة اللوج بيزد اركيتكشر. كافكا ما بيعترفش بطابور مرن، هو عنده حارة مرورية خرسانية ضيقة ومقفولة اسمها البارتيشن، والرسائل مرصوصة فيها بترتيب صارم: 1 2 3 4. الكونسيومر بتاعك ماشي بمؤشر اسمه الاوفست، شبه إبرة الجرامافون، بيقرأ بالترتيب. تخيل بقى الرسالة رقم 1 فشلت، وانت وقفت الكونسيومر في مكانه يفضل يعيد فيها in place retry. هنا بتحصل كارثة الهيد اوف لاين بلوكينج. البلدوزر عطل في أول الحارة وقفل السكة. الرسائل رقم 2 و3 و4 اللي وراها سلام 100%، بس واقفة مش عارفة تتحرك لأن الإبرة محبوسة في الرسالة الأولى. النتيجة اللاج هيرفع للسماء، والسيستم هيتشنج، والعميل اللي واقف في آخر الطابور مستني أوردره السليم قاعد بيصرخ، لأن السيستم واقف بسبب أوردر عميل تاني خالص بايظ في أول الخط. طيب بلاش كافكا، لو شغالين برابط MQ. رابط MQ طابور مرن ومفهوش الشريط الخرساني، فاللي بيحصل هنا كابوس من نوع تاني خالص. لما الرسالة بتفشل جوه الكود، المطور بيقول للبروكر رجعها أول الطابور وخلي أي كونسيومر يسحبها ويجرب تاني. ري كيو. بما إن الكونكشن مفتوحة، في نفس الفيمتو ثانية اللي الرسالة بترجع فيها، الكونسيومر بيمد إيده يسحب، فيلاقي نفس الرسالة البايظة رجعت له في وشه. ياخدها يحاول يكلم السيستم الخارجي الواقع فتفشل، فيقول لها ارجعي، فيسحبها فتفشل. السيستم دخل في ساقية مجنونة وانفينيت لوب مرعبة من الريكوستس وفك الرسائل. العملية دي بتحصل آلاف المرات في الثانية، وبتعمل CPU سبايك فوري يوصل البروسيسور ل100%، وفي دقايق السيرفر بيسخن ويقع من طوله بسبب رسالة واحدة عمالة تلف في الساقية. التكتيك الأول اللي لازم تطبقه هو الإكسبوننشال باك أوف أو التراجع الأسي. لو السيستم الخارجي وقع بسبب ضغط ترافيك، وجيت انت و50 سيرفر معاك تضربوه ريتراي في نفس الفيمتو ثانية، انت بتعمل عليه هجوم حجب خدمة غير مقصود، دي دوس اتاك، وبتمنعه تماما ان يقوم ويشم نفسه. دي مشكلة بنسميها The Sundering Herd Problem. الحل المعماري اننا بنعلم الكونسيومر يتراجع بذكاء. المحاولة الأولى فشلت، استنى ثانيتين وعيد. فشلت، أضاعف الوقت واستنى 4 ثواني، ثم 8 ثواني، ثم 16 ثانية، وهكذا. المعامل الأسي هنا بيدي مساحة للسيرفر الواقع إن يحصل له ريكفري ويقوم يقف على رجله تاني بدون ما نطحنه ترافيك.
بس خلي بالك، لو عندك 100 نسخة من الكونسيومر وقعوا في نفس اللحظة وطبقوا الاكسبوننشال باك اوف أعمى، كلهم هيستنوا ثانيتين ويضربوا مع بعض، ثم 4 ثواني ويضربوا مع بعض. انت كده ما قللتش الضغط، انت بس نقلت طوفان الترافيك لنقاط زمنية متزامنة. وهنا بيجي سحر الجيتر، الرشة العشوائية. الاركتكت الشاطر بيضيف رقم عشوائي صغير جدا لمعادلة الوقت، يعني السيرفر الأول يستنى ثانيتين وجزء من الملي، والتاني يستنى ثانية و900 ملي. الحركة دي بتعمل سكاترينج، تشتيت وتوزيع للترافيك على مدار الزمن، فالسيرفر الواقع يجيله الترافيك متوزع بهدوء ويقدر يتعامل معاه بسلاسة. ده بنسميه ترانزيانت فيلير هاندلينج، تكتيكات التعامل مع المشاكل اللحظية. الخلاصة الهندسية للنهاردة، لما يحصل فشل لحظي اوعى تقيد في مكانك وتقفل الماسورة، طبق الاكسبوننشال باك اوف مع الجيتر عشان تحمي سيستمك وسيستم غيرك. السؤال المرعب هنا، طب احنا عدينا ال5 محاولات ريتراي والوقت زاد والرسالة لسه بتفشل. مثلا الداتا اللي جوه الرسالة مبعوثة بايظة من الأساس ومستحيل تنجح، لو فضلت تعيد فيها هتفضل بايظة وتوقف السيستم للأبد، ولو مسحتها العميل فلوسه هتضيع وحسابات الشركة هتخرب. هنعمل ايه في الرسالة المسمومة دي ونوديها فين عشان ننقذ باقي الطابور؟ استنونا في الكبسولة الجاية عشان ندخل مستشفى الرسائل الميتة ونشوف هندسة الدي ال كيو بتشتغل ازاي في رابط ام كيو وكافكا. ما تنساش تعمل لايك لو الكبسولة دي رتبت دماغك، واشترك في القناة عشان توجه الكبسولة الجاية لدماغك فورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.